وكلمة السر المفتاحية لبرج الأسد لعام 2023 هي التعويض، هي التجربة التي تعلمت منها سابقا. هناك تعويض قادم على برج الأسد، هناك مغامرات سوف تستفيد من خلالها، سفر، انتقال، عقود، أوراق، شهرة عند برج الأسد. التعويض القادم على المسائل المالية لأنك خسرت كثيرا سابقا، لقد عشت في حالة هواجس أو خوف في مرحلة معينة. الآن برج الأسد يعتمد على نفسه بشكل كبير جدا، ومن خلال هذا الاعتماد سوف يجد شريك حياته، قراراته العاطفية والقرارات التي سوف يتخذها على المسار المهني. برج الأسد بشخصيته المهنية والعملية والدقة والتفاصيل التي سوف يتميز بها تصنع له حياة أفضل وأجمل إن شاء الله. تعلم من التجربة السابقة، لكن عليه أيضا أن لا يعود للخطأ مرة أخرى، أن لا يثق بكل الناس. الشركات المالية يجب أن تكون واقعية منطقية، وأن لا يكون فيها خجل، أن لا تترك رزقك هيك تهدره لحاله يا برج الأسد، لأنه هذا الأمر سوف يؤثر عليك سلبا. حافظ على كل أموالك، قليلها وكثيرها، ما تفرط فيها إطلاقا يا برج الأسد. مرحبا، هذا الفيديو راح نحكي فيه عن توقعات 2023 بالنسبة لبرج الأسد. برج الأسد اللي عانى من مشاكل كثير وضغوطات، وفي أحداث كانت صعبة لهم من 2020 وحتى نهاية 2022 ولا زالت مستمرة بالتأثير عليهم. لنحكي لمولود برج الأسد إنه أنت زمان ما إجتك فرصة مهمة وفرصة إيجابية، وممكن 2015 هي كانت السنة الأخيرة اللي عشت فيها أجواء إيجابية وداعمة لك يا مولود برج الأسد. خلال هذا العام في فرص كثيرة وكواكب مهمة راح تكون واقفة جنبك. بداية خلينا نقسم هاي السنة لثلاث أقسام زي برج الثور. القسم الأول واللي هو من 1 كانون 8 يناير وحتى 7 آذار مارس، وهي الفترة الأصعب لك يا مولود برج الأسد بسبب وجود زحل ببرج الدلو، وهي تتابع للأجواء اللي كنت تعيشها بالسنوات الماضية. لازال ببرج الدلو بأول شهرين وحتى 7 آذار مارس، عشان هيك لازلت ممكن أو راح تعاني من بعض المشاكل أو من بعض الأحداث، وخصوصا على النطاق العاطفي والنطاق الشخصي. مولود برج الأسد، حاول أنك أنت تدير بالك بأول شهرين على علاقتك العاطفية. العلاقة العاطفية القوية بتضل، والعلاقة العاطفية الواهنة راح تروح مع الريح. عشان هيك إذا أنت من مواليد 19 20 21 و22 آب أغسطس، انتبه على وضعك العاطفي الزوجي والقرارات. كثير منكم ممكن ينفصلوا بأول شهرين من السنة، ويعد شهر شباط فبراير هو أصعب شهر لك يا مولود برج الأسد خلال عام 2023. هاي رحنا من الجزء الاول وهو الصعب لك يا مولود برج الاسد، واللي هو تتابع ل 2021 وال 2022. بنيجي للفترة الثانية اللي هي من 7 آذار مارس وحتى 15 أيار مايو. هاي فترة هادية بالنسبة لك مولود برج الأسد، ما راح يكون في عندك أي أحداث أو أي شغلات مهمة. ممكن الأمور تكون رايقة جدا لك، مع بعض الفرص العملية راح تبلش هيك تجيك خلال شهر نيسان أبريل، ممكن بسبب وجود الزهرة ببرج الثور. لكن الأهم إنه بهاي الفرصة أو بهاي الفترة الهادية إنك بدك تستعد للفترة الأفضل، أو الفترة اللي راح تكون هي أنت تحت الأضواء والنجاحات تكون موجودة حواليك. من 15 أيار مايو، هي بلشنا بالفقرة الثالثة أو بالفترة الثالثة، فمن 15 أيار مايو وحتى نهاية العام المشتري سوف يبدأ زيارة لبرج الثور اللي هو بيت العمل، وهي ما عملها من 2011. تذكر مولود الأسد شو صار معك بال 2010 أو 2011؟ كان في عندك فرصة عالمية وفرصة ذهبية على نطاق العمل. رح ترجع هاي الفرصة بال 2023، ولكن ابتداء من 15 أيار مايو. يعني ما ترجع من بداية السنة إنه أنت قلت أنا من أكثر أبراج حظا يا عبود هاي السنة. لا، أنت إذا بدنا نبلش نحسب مولود الأسد من 15 أيار مايو رح تبلش الأجواء الإيجابية والجيدة تضغط عليك، وخصوصا على نطاق العمل. رح يكون في عندك فرص ذهبية يا مولود برج الأسد، رح يكون في عندك تغييرات إلى الأفضل خلال هذا العام بالنسبة لعملك. ممكن أنت منشن على شغلة أو بدك شغلة على نطاق العمل وبتنتظرها من وقت طويل، ممكن تكون موجودة عندك. هاي السنة العملية لك. هلا شو رح يقوي وجود المشتري ببرج الثور؟ رح يقوي وجود الزهرة عندك بزيارة مش طبيعية لك. يعني 4 أشهر الزهرة رح تقعد عندك. شو الزهرة؟ زهرة كوكب الجمال، الحب، الجاذبية، الحضور والأضواء. فتفاعل المشتري والزهرة يا مولود الأسد
عندك راح يكون عالي جدا، خصوصا من 6 حزيران يونيو وحتى 8 تشرين الأول أكتوبر. هاي الفترة تعد هي الأفضل خلال هاي السنة، فيها فرص مهمة جدا جدا جدا. عشان هيك مولود برج الأسد حاول انك ما تطلع من الصيف بدون اي شيء مهم او تغيير، خصوصا على نطاق العمل. يعني لما تكون الزهرة عندك 4 اشهر مع المشتري بالتور، يعني توقع انه فرصة العمر لك يا مولود برج الاسد، وهي الفرصة ممكن ما تتكرر حتى نهاية 2025 او بداية 2026. عشان هيك استغل الفرص العمليه، رح تكون مهمه. والزهره طبعا مش بس رح تعطيك فرص مهمه، جاذبيتك رح تكون عاليه مولود الاسد خلال فتره الصيف وبدايه فصل الخريف. رح يكون في عندك فرص للارتباط، فرص لاجواء اجتماعيه، لتكسب اصدقاء جداد اللي فقدتهم بالسنوات الماضيه. رح يرجع في عندك اصحاب جداد واصحاب غير. طبعا مولود برج الاسد الاصحاب اللي راحوا مع زحل هذول اصحاب ما كانوش مناسبين لك، لانه زاحب زحل، لانهم هدول ما بيفيدوك بتاتا. حتى العلاقه العاطفيه او الزواج اللي راح مع السنوات الماضيه ما راح يرجع، راح يكون في عندك فرص جديده. عشان هيك بدنا نحكي لمولود برج الاسد استمتع بهاي السنه الايجابيه الداعمه، خصوصا على نطاق العمل والنطاق العاطفي والنطاق الشخصي والاجتماعي. راح يكون في عندك الكثير من الامور الايجابيه، ولكن ابتداء من ايار مايو وليس من كانون الثاني يناير. هلا بالنسبة لمواليد تقريبا 5 ل 16 آب أغسطس، هذول بده يركزوا لي أورانوس بالتور راح يأثر عليهم خلال هاي السنة بتأثيرات خلينا نحكي مهمة لتغيير النطاق، تغيير نطاق عملهم بشكل مختلف جدا. فراح يكون الكارير تبعتك أو الشغل راح يكون مختلف، أو هذول راح يغيروا عملهم لعمل ثاني ما له علاقة بعملهم الأول. ونتيجة تواجد الزهرة عندك والمشتري ببرج التور راح تكون هذا التغيير لصالحك يا مولود برج الأسد، راح يكون تغيير مهم. فمنكم ممكن يجيب فرص عملية لخارج البلد وراح تكون فرص لا تعوض. فعشان هيك لا تقول لا لأي فرصة بتجيك يا مولود الأسد خلال هذا العام. إذا مولود الأسد عندك فرص عملية، عندك فرص عاطفية، وعندك فرص إنك أنت تبدع وتدخل بعلاقة جديدة وبأجواء جديدة حتى على النطاق الاجتماعي. نتمنى لك سنة رائعة وكل عام وانت بخير. ما تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب